بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة شباب الرياضة 108 اف ام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. صباح الخير عليكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين. نرجع تاني وتحكيم مع جريشة وبعد أجازة العيد وحلقة جديدة في برنامجكم التحكيم مع جريشة. النهاردة السبت 16 ذو الحجة 1445 22 يونيو 2024. معانا على المكسر النهاردة محمد نور، والإخراج لنهى يحيى، وموجز الأنباء مع الزميلة أمل الدالي. النهارده كلام كتير عن التحكيم. الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله التحكيم هو الشغل الشاغل للجميع في الرياضة المصرية أو في كرة القدم المصرية. عندنا مشاكل كتير وكلام كتير وأزمات كتيرة في التحكيم الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله. هنتكلم على حاجات كتيرة جدا النهاردة في التحكيم المصري والدوري المصري، ومشاكل أندية ومشاكل وبيانات واعتراضات وكلام كتير النهاردة هنقوله في حالة التحكيم مع الجيش. هنبدأ الحلقة بعد زي عادتنا بالحاجات اللي هناخدها النهاردة في الحلقة. يعني هنتكلم النهاردة في التحليل التحكيمي في فقرتنا الأولى في مباريات الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي فات واللي قبله. هنتكلم في أهم المباريات، هنتكلم عن الزمالك والمصري، هنتكلم عن فاركو والأهلي، هنتكلم عن ماتش السيراميكا والزمالك والاتحاد والأهلي، وعلى ماتشين امبارح الزمالك وفاركو والأهلي والداخلية. وطبعا هناخد مباراة كانت فيها لغط كبير في ماتشات الترقي للدوري الممتاز، ماتش منتخب السويس وسبورتنج. عندنا لقطة تحكيمية هنتكلم عليها وباستفاضة كبيرة. برضه هناخد فقرة كده مع بعض. النهاردة هنتكلم على تحكيم في يورو ألمانيا 2024. هنتكلم على التحكيم في أوروبا عامل ازاي والدنيا ماشية ازاي في التحكيم في اليورو 2024. هنتكلم برضو في فقرة خاصة عن التحكيم المصري الفترة اللي فاتت واللي قلناه في التوقف الدولي هيشتغل ازاي، وهنرجع نستنى النتائج زي ما قلنا قبل كده، والتجديد لبريرا والإعلان عن تجديد لبريرا للجنة لسنة تانية. هل أنت مع ولا ضد إن بريرا ولجنة الحكام اللي موجودة حاليا يجدد لها لسنة تانية؟ وهنتكلم عن بيانات بقى الأندية اللي كانت موجودة معانا، بيان الزمالك وبيان سيراميكا، وآخر المستجدات في الشكوى من التحكيم المصري الفترة اللي فاتت. وإذا لنا إن شاء الله في الآخر وقت معانا هناخد مداخلات السادة المستمعين على تليفونات إذاعة الشباب والرياضة 25776053 25756967 وعلى صفحتي فيسبوك جهاد جريشة عربي وإنجليزي. فاصل صغير ونرجع نبدأ مع بعض حلقتنا الدسمة النهاردة.